أنا فؤاد جمال، ودي حلقة جديدة من برنامج تخاريف. يو بقى، أنا مش بعرف أحفظ، مفيش أي معلومة بتثبت في دماغي. لا، أنت بتعرف تحفظ بس بتحفظ غلط. أولا لازم تعرف إيه نوع ذاكرتك عشان تعرف تحفظ صح. زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، في ذاكرة قصيرة short term memory وذاكرة طويلة long term memory، مسؤولة عن الحفظ وبتخزن فيها كل المعلومات اللي أنت بتحفظها. في منها نوعين: ذاكرة بصرية visual memory، ذاكرة سمعية auditory memory. الذاكرة القصيرة اللي اتكلمنا عنها تفصيل ممل في الحلقة اللي فاتت، مسؤولة عن حفظ المعلومات فترة قليلة من الوقت. اللونج تيرم ميموري أو الذاكرة الطويلة هي اللي مسؤولة عن الحفظ اللي انت تقصده، حفظ الامتحان. النوعين بتوع الذاكرة الطويلة سواء البصرية أو السمعية، كل واحدة منهم ليها طريقة معينة بالمعلومة اللي جاية من الذاكرة القصيرة وتحفظها عندها بكل سلاسة وسهولة من غير تعب. نبدأ بالذاكرة البصرية. مستحيل تحفظ أي حاجة سمعتها بودنها، تحفظ كويس جدا المواقف. أي حاجة تشوفها بعينيها تحفظها، أي حاجة تخطف عينك، فيلم حلو شفته، موقف وحش حد عمله معاك، تسويحة اتسوحتها في الشارع ومعرفتش تتصرف، كل الحاجات دي انت بتحفظها كويس جدا. لما تيجي تذاكر حاجة انت عاوز تحفظها كويس، تربطها بحاجة تلفت عينك، تثير العينك. مثلا تتخيل الحاجة دي في خيالك وتعمل لها موقف. تخيل المعلومة اللي انت بتحاول تحفظها دي بقصة كده كأنها أشخاص، هتلاقي نفسك ما نسيتهاش لأنك حولتها لحاجة ممتعة لعينك. الذاكرة السمعية بقى عكس البصرية تماما. مهما تحفظ أي حاجة تشوفها بعينك، بس تحفظ أي حاجة تتقال بالودن، عمرها ما تنسى أي كلمة اتقالت. تلاقيه دايما ساب الخناقة كلها وماسك في كلمة واحدة هي اللي مضايقاه وفاكرها وعمره ما هينسى. الناس دي بتبقى ذاكرتها في ودانها. عشان تحفظ حاجة بتذاكرها، اقعد اسمع تسجيلات مثلا بصوت عالي عشان تسمع صوتك فتحفظ. أهم حاجة إنك تشغل ودنك في الحفظ وأنت هتحفظ لوحدك. طب إزاي أعرف أنا أنهي ذاكرة منه؟ موضوع بسيط جدا. ركز مع نفسك. أنت بتفتكر الكلام لو في موقف وحش أو في خناق، أنت بتفتكر الكلمة وبتأثر فيك، ولا أنت بتفتكر الموقف كله على بعضه وبتفضل تعيده في خيالك؟ تفتكر كلمة واحدة تفضل عمالة ترن في ودنك، ذاكرتك سمعية. تفتكر الموقف كله على بعضه وتفضل تعيده في دماغك، تفضل تتخيل في احتمالات وردود كان المفروض تقولها، ذاكرتك بصرية. واتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ان شاء الله. طبعا كما العادة هتلاقوا كل اللينكات في الديسكريبشن من تحت.